اليوم جات مناسبة باش نحكيو حكاية السعد والعقل. السعد والعقل كاين نهز من الناس، كل واحد يقول أنا خير من الآخر، وديما يتعاركوا في الموضوع هذايا. انهار هما متعدين الاثنين ويشوفوا في هالعربي يحرث في تبة أرض، قش بيه على اللحم، ارقاع عد وغلط، وشاشية تثبت على عرس جده بيضة وأرميها على الحيط طابت فلوس. قالوا ويا نجربوا بعضنا في هالعربي هذا ونشوفوا شكون منا خير من صاحبه. اي شكون يبدا الاول؟ تقدم السعد، قال نبدا، وبدا يخدم في شغيلاته. هاك الراجل كان يحرث يا اخي، وحلت سكة المحراث في حلقة طبس تي هذه واشي، جبد هاك الحلقة هذيك واحلة في رخامة، عر عليها نحى تراب من ثميك رخامة، هز هاك الرخامة ذيك يلقى دروج، اهبط يلقى وسط الدار واربع بيوت متناظرين، وكل بيت فيها عرمة جوهر وزبرد وياقوت. كيف البدو يفر باع ما فمه طاقة وعينيه علاقة، اخزر اخزر ما فهم شيء. في وسط الدار ثم حوض، التراب متاعه عنبر ومغروسة فيه شجرة الديامونت، والثمرة متاعها زمرد وياقوت. ما عرفش قيمة هاك الخيرات المفرتة، جاء طالع فد ما عجبه شيء، اظهر له كسر عرف من الشجرة هذيك رشقه في قرنه. العقل قال الساعة شفت، لو كان عنده عقل راهو مش هكا، الخيرات الكل ما عجبوا منهم شيء. قال له ارزن شوية، ما زلت عندي ما نعمل. خرج السلطان تاع هاك البلاد هذيك المصيد هو وزيره، هو ما يسيروا على خيلهم، والسلطان وقف حصانه وقال له يا وزير، هالجهة هذه فيها ياقوتة، اللي ما أتاش الدهر بمثلها. كيفاش؟ قال له عرفت يا سيدي، قال له بالنور متاعها، تشوف الدنيا كيفاش ضاوية هوني. أي نزلوا على قدام، نزلوا على الشبور متاعهم برا ماشيين حتى اظهر لهم على بعيد الراجل يحرث، وضو على قرنه كأنه حرف تريسيتي. قالوا ها هيك الياقوت، أين نمشيوا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يعينك، تشنو هذا اللي راشقه في راسك يا ولدي؟ قالوا بعرف نحيته من صدره. وين يا صدره؟ قال يعطيها بعزة نبتة تحت الأرض. وراهم الرخامة، هزوها، هبطوا واحد في جرة واحد، حلوا فاهم. هاك السلطان على ما يكسب بالخيرات ويحكم في المال والأرقام ما يكسبش نصف صاع من هاك الحصحاص المكوم هذاك. قال هالعربي راه ما عرفش قيمة هذا الكنز اللي لقاه، اش نعمل يا وزير؟ قال له يا سيدي أنا يظهر لي نطلعوا ونردوا الرخامة بقعتها، وغدوة نبعثوا 500 من البل بعد يلهم يعبيوا الكل ويجيبوا الخزنة. قال هذه هي الدبرة. أي طلعوا رجعوا الرخامة لبقعتها. العربي قال لهم اشبحتوا ما يعطيهم ربية دايرين بيت في الوطاء باش يدنوا فيها حصيحصات. قالوا ايه؟ شفت ما ابهمهم. ركبوا على خيولهم مشى، وصلوا للسرايا، لموا الجمال، ركبوا عليهم العدايل، طابور عسكر والوزير من قدام، ولموا كل شيء ومقابلوا الخزنة. العقل قال للسعد شنو فكرك؟ قال له اسكت، وزلت عندي ما نعمل. السلطان قال للوزير يا وزير، تك العربي اللي كان سبب في كل شيء واللي جاب لها الخيرات الكل، تخيا
اش يظهر لك نعملوا معاه؟ قال له: يا سيدي، تسبب لك فيها الثروة اللي تغني 1000 سلطان كيف كنتي. أنا يظهر لي جزاه أعطيه بنتك، وباقي ماكش خالص معاه. قال: وقت الحق أيمشي جيبوه. اركب الوزير والليوان وباش حامبا دايرة هذه باش تكون نسيب السلطان. امشى وجابوه مقابلة للحمام، يد يد ساق ساق، أحفات الكاسات باش تنحاتك القشرة اللي على جلده، خلوا عليه بدلة متاع ملوك، أي طلعوه له سلطان. قالوا: مش نعطيك بنتي. قال له: أنا متسمى على مبروكة بنت عمي، واش ندير لها؟ قال له: شفت تبايرك يا وزير؟ قال له: يا سيدي، ما شفتش النقد اللي جابوه لك زاد؟ تو الساعة قاعد يحمش في الوزير ويتكلم على لسانه. أي حضروا شهود تكتب بالصداق. باتت عوادة للصباح، والعربي قالق. قال له: كان درت نجمة وطبال وزكار خيمها الشنيشينات والديدينات. أي دخلوه على عروسة بيت نوم عزيزة وغالية وموبيليا من آخر طراز. زربية أعفس تغرق من حين وهزها ورقد في القاع. قال: الأرض تجيب القمح والشعير. وبداش خير وعامل عطعات حتى الصباح قام خرج. والعروسة تهز في عين وتحط في عين، تخزر في عجب ربي. روح عند لول للفطور، طاولة منصوبة متاع ملوك. اضحك على هاك الفراقة في الكيسان وكل صحن فيه رويحة. قال: لا كسكسي لا رفيس لا مسلان، خلت جلت وكل كلا طرف خبز وقام خرج. في الليل كيف كيف هز الزربية ورقد في القاع. في الصباح كيف خرج، عيطت العروسة للخادم تاعها، قالت لها: خذ كما نقولوا هال100 دينار ويمشي يسيلي بهم قتال حشم يعدي، وحطه له في الفطور، خليه يموت نرتاح منه. وقتها ضربت زمارة الانذار عند العقل. قال للسعد: هيزي توا اللعب بالخلق والخلق اقتل. هاك وصلته باب القبر، يكفيكش تو. قال له: ما لا ادرك وانتي ومنعه من الموت. تقدم العقل وبخر البخور متاعه، واذا به الراجل كانه حجاب كان على عينيه تنحى. كان في البطوار يتفرج في الذبيحه وينقز مع العجول وحوايجه بالدم، ما عجبته الا هيك البقعه ذيك في البلاد. من حينه اقلب النعال للحمام، بعث طياب للسرايا جاب له تبديله، حجم برقش خرج كانه عروس جديد. تعدى للبركه شراقة عاد صياغه مهمين شغل الروح في الروح، ومقابله للسرايا البيتو. لله قال لها: شنو احوالك؟ كيف انك بايته؟ هي راني كبار على طراب صباتك. ويدور بيها ويمرحب كانه كليب، وجاء عند ساقيها وقعد يخزر لها من لوطه الفوق وعويناته تبتبت. ومنها قال: نمشي نطل على سيدنا. سامحني، ما دقيقه انا جاي. امشى، شاور اذن له بالدخول. ادخل، قدم وخر، اعطاك للسلطنه وطبس على السلطان يكب ويحب. قعدوا السلطان بحذاه يتكلم في كلام عقال، كلام مرتوب. قال له: يا سيدي، وقتاش يظهر سيدي هاك الزيق نقسموه وكل حد ياخذ بايو؟ على خاطر انا ماذا بيا اذا كان يظهر لسيدنا نبني اسرائيل لله، ونحب نشري هنشير ونعمل فلاحه، قداش نقعد قاعده؟ وماذا بيا نعمل تجاره بين البلدان ونخدم الناس، ونبعث القوافل للسودان وشكوفات الاسكندريه والهند، ونجيب السلاح ونعمل حركه في البلاد. وبابا الوزير ماذا بينا نعطيوه بايو زاد؟ السلطان قال:
هو يتكلم كيف الناس العقال هذا. قال له: يا ولدي، أنا لا نحبك لا تاجر لا فلاح، أنا ناوي نعطيك الشطر في محكمتي. ربي ما رزقنيش بولاد، بعد ما نام عيني تكون أنت السلطان. يا سيدي قال له: إن شاء الله بعد عمر طويل، الله لا ينكبنا فيك ولا يغيب لك خيال. واستاذن وخرج مشى لعروسته. بنت السلطان كيف شافته تبدل ويتكلم كيف الناس ويمرحب بيها، قلنا كي كليب. قالت الخدم: هزك الفطور هذاك اللي فيه قتال وجيب فطور اخر. وقبلته بوجه ضاحك لاعب والبوسه فيه بشريف. والعقل قال للسعد: قلت لك شي اللي السعد بلا عقل بلاش منه خير. قالوا: الحق معك، اذا كان ما معاهش العقل يوصل مولاه للمهالك.